مرحبا بكم مجددا أعزائي متابعي سلسلة قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. في هذه الحلقة التي هي الأخيرة سأتحدث لكم عن الفصلين الأخيرين من كتاب القواعد الذي أعددته والذي ينتظر الإخراج الفني قبل نشره. في الفصل الثاني عشر الذي هو ما قبل الأخير تجدون جداول بالأفعال المختلفة ومشتقاتها مع صيغة الأمر. فيما يلي أكتب الأفعال التي في اللغة الآشورية المعاصرة مع مشتقاتها وصيغة الأمر لها، موزعا إياها على جداول حسب مجموعتها ونوعها وكالآتي. تجدون جداول، كل جدول يضم مجموعة معينة من الأفعال ومشتقاتها مع صيغة الأمر، يعني أنواع الفعل كالآتي. ستعرفون ذلك من خلال ما يلي. الجدول رقم 1 هو عن الفعل الثلاثي السالم، كل الأفعال الثلاثية السالمة مع مشتقاتها وصيغة الأمر لها. والجدول الثاني الفعل الثلاثي معتل الأول، والثالث عن الفعل الثلاثي معتل الوسط، والرابع عن الفعل الثلاثي معتل الآخر، والخامس عن الفعل الثلاثي معتل الأول والوسط، والسادس عن الفعل الثلاثي معتل الأول والآخر، والسابع عن الفعل الثلاثي معتل الوسط والآخر. والجدول رقم 8 هو عن الفعل الرباعي السالم، ورقم 9 عن الفعل الرباعي المعتل بجميع أنواعه. أما الجدول رقم 10 فهو عن الأفعال الشاذة وهي قليلة جدا، كذلك الجدول رقم 11 عن الأفعال الناقصة وهي 3 فقط. هذه الجداول تحتوي على أقسام الفعل الآتية مرتبة في أعمدة حسب التسلسل الآتي: العمود الأول جذر الفعل أقرأ سعرانة، العمود الثاني اسم الفعل، العمود الثالث اسم المرة، العمود الرابع اسم الفاعل، والخامس عن اسم المفعول، والسادس عن صيغة الأمر بالمفرد والجمع. أما عن معنى هذه الأفعال باللغة العربية واللغة الإنجليزية فأفردت له فصلا آخر، وهو فصل الأخير الثالث عشر، بسبب عدم توفر المكان هنا لم يكن هناك مجال حتى أضع المعنى أيضا هنا، فلذلك وضعته في الفصل القادم، فصل على حدة الأفعال ومعناها باللغة العربية والإنجليزية، تكون مساعدة للقراء. أوكي، هنا لدينا توضيح. أولا الجذر الميمي، كتبت الجذر الميمي في الجداول الخاصة بالجذر الرباعي مع أصله الثلاثي المبدوء بالبتاخة. راجع الفصل السادس فقرة الجذر الميمي اللي رأيناها، لأنه كما قلنا هناك بأن الجذر المفتوح الذي يبدأ ببتاخة وليس بسقاطة هو رباعي، وإن كانت له صيغة ثلاثية شكل ثلاثي، لأن الحرف الثاني دائما الذي بعد البتاخة هو مضاعف، فيكون نتيجة تكون 4، لذلك حتى مشتقاته تصاغ على طريقة الرباعي وليس الثلاثي. والجذر الميمي هو طبعا طريقة لتسهيل النطق ولتزيين النطق كما قلنا، فلذلك أضعه في مع الأفعال الرباعية وليس الثلاثية. ثانيا فعل المتعدي المركب، كتبت النوع المتعدي المحول من اللازم تحت أصله الثلاثي في الجداول الخاصة بالثلاثي، هو ثلاثي طبعا وثلاثي لازم، نحوله إلى المتعدي عن طريق إدخال ميم مفتوحة كما
قلنا، وتجد هذه شرح ذلك ممكن إذا تريد أن تراجع، فراجع الفصل السادس فقرة أنواع الفعل. ثالثا كتبت عبارة ألف ألب ريش آرامية أمام جذر بعض الأفعال للدلالة على أنها مأخوذة من اللغة الآرامية حديثا وليس قديما، لأنه قديما هناك كثير من الكلمات الآرامية والأكدية في اللغة الآشورية. يعني اللغة الآشورية القديمة كانت هي متسلسلة عن اللغة الأكدية، وبعد ذلك أدخلت عليها أيضا بعض الكلمات الآرامية. هذا في القديم، اللغة القديمة. واللغة الحديثة والمعاصرة أيضا هناك فيها أدخلنا بعض الكلمات الآرامية. رابعا كتبت عبارة نون خاب أمام جذر بعض الأفعال للدلالة على أنها ذو أصل أجنبي، يعني مأخوذة من لغات أجنبية مثل العربية والفارسية والتركية والكردية وغيرها من اللغات الجارة. أوكي، نأتي أريكم بعض الأمثلة فقط عن كيفية توزيع هذه الجداول. مثلا جدول رقم 1 قلنا هو عن الجذر الثلاثي السالب، فيبدأ جذر الفعل مثلا باقر، بقارة، بقرتا، باقارة، باقورة، بقرانة، بقيرة، بقور، بقور. هذا ثلاثي لازم يمكن أن نحوله إلى متعدي بإدخال هذه ميم المفتوحة، ميم بتاخة، فيصير مبقر، مبقورة، مبقرتا، مبقرانة، مبقرة، مبقر. هذا مثال على الفعل الثلاثي السالم الذي ليست فيه أي من الحروف الناقصة أو العلة، حروف العلة. وهكذا تجدون جميع الكلمات أو الأفعال التي تنضوي تحت هذه المجموعة، أي مجموعة الثلاثي السالم، وهي كثيرة جدا كما ترون هنا. إلى أن نذهب إلى جدول رقم 2. جدول رقم 2 طبعا الآن بعد في نهاية هذه الحلقة سأضع رابط عن هذا الفصل. هذا الفصل رابط تستطيعون أن تنزلوه وتحملوه ولكيما ترون كل هذه الأفعال. نذهب إلى الجدول رقم 2. جدول رقم 2. أيوة، جدول رقم 2 هو عن الثلاثي معتل الأول. هنا تجدون جميع الأفعال أو الجذور المعتلة، معتلة الأول. مثلا آزل، هذا آزل، لم أكتب هنا مشتقاته لأنه ترونها في الجدول الخاص بالأفعال الشاذة، فقط كتبته هو فعل شاذ. راجع الجدول رقم 10 في النهاية. آخل، معتل الأول أيضا، آخل، خالة، خلطة، أخالة، أخولة، أخلانة، خيلة، خول، خول. هي هكذا هي مشتقاته وصيغة الأمر بالمفرد وبالجمع. هذا أيضا ممكن أن نجعله متعديا، فيكون فعل مسبب، يعني يصير مأخل، مأخل، مأخولة، مأخلته، أكل. طبعا معناها بالعربي وبالإنجليزي تجدونها في الفصل القادم. وهكذا جميع الأفعال المعتلة، معتلة الأول التي تبدأ بحرف علة سواء كان ألف أو ياء. أما الجدول الثالث فهو عن الثلاثي معتل الوسط. تجدون هذا بائز والحرف علة في الوسط، بائز، بيازة، بيستا، بيازة، بايوزة، بيزانة، بيزة، بوز، بوزن، بائر، بيارة، بيرتا، بيارة، بايورة، بيرانة، بيرة، بور، بورون. بائر، جبل بور، طورة، بورة،
اللي في أفغانستان، وهو باللغة الآشورية أو الآرامية الشرقية، يعني جبل القاحل. فبائر يعني يقحل، يصبح قاحلا، ستجدون معناها في الفصل القادم. بائت، بيات، بيت، وهكذا كل الجذور التي هي معتلة في حرفها الوسطي. حرفها الوسطي من حروف العلة. أما الجدول رقم 4 فهو عن الثلاثي معتل الآخر. مثلا بادي، بداية، بديت، باداية، بادوية، بديانة، بدية، بدي، بديم. وله أيضا ممكن أن نجعله هو لازم، نجعله متعدي بإدخال ميم مفتوحة، مبدأ، مبدوي، وهكذا إلى آخره. وتجدون كل الأفعال من هذا النوع المعتلة الآخر في هذا الجدول رقم 4. أما الجدول رقم 5 فهناك الثلاثي معتل الأول والوسط، وهو الفعل الوحيد الفريد: يائر، يارا، يرتا، يارا، ياورا، يارانا، ييرا، يور، يورون، والذي معناه يجرؤ، جرأ، يجرؤ. أوكي. أما الجدول رقم 6 فهو عن الثلاثي معتل الأول والآخر. مثال: آتي، تايا، تيتا، أتايا، أتويا، أتيانا، إتيا أو تيا، تا، تيمون. وممكن أيضا أن نجعله متعديا، لأن آتي معناه يأتي، يأتي هو يأتي. ممكن نجعله متعديا بإدخال ميم مفتوحة، يصير ميتة، ميتوية، ميتيتا، ميتيانا، متيا، ميتي، ميتيمون، أي اجلب، آتي معك، يعني اجلب، تعالى أو اجلب، يأتي أو يجلب، يجعله أن يأتي، يعني يجعله أن يأتي. وهكذا وهي قليلة طبعا الأفعال من هذا النوع. أما الجدول رقم 7 فهو عن الثلاثي المعتل الوسط والآخر، وهي قليلة أيضا: جاء، جاء، جاءيتا، جاء، جاءويا، جاءيانا، جاء، وهو من اللغة الآرامية، يعني يبتهج، يبتهج. وخاي، خيايا، يعيش، يحيا. كذلك لائل، آية، لأيتا، لآية، لأوية، لأيا. لائل ومعناها يتعب أو يجهد. أوكي، فبهذا تنتهي جميع أنواع الثلاثي. أما نأتي على الرباعي في جدول رقم 8، الرباعي السالم. نأخذ بدق، بدق، بدوق، بدقت، بدقان، بدق، بدق، بدق. انظروا، هو تظهر منه 3 حروف، ولكن الحرف الثاني هو مضاعف: بدق، بدق مرتين. فله لذلك ممكن أن نصيغ منه الميمي بحيث نرفع التجديد أو المضاعفة، وندخل الميم ساكنة في بدايته فيصير بادق، ونحول البتاخة إلى سقافة فيبطل التضعيف، تضعيف الحرف الثاني، فيكون مبادق، مبادوق، ولكن يصبح رباعي: 1 2 3 4، بادوقا، بادقتا، بدقانا، بدقا، بدق، تكون مشتقاته وصيغة الأمر كالرباعي. تجدون في هذا الجدول جميع الأفعال الرباعية السالمة، وهي كثيرة كما ترون. كثيرة. طبيعة الحال بعد أن يتم الإخراج الفني سوف تنضبط هذه الأمور. هل مكان الكلمات إذا لم تكن في مكانها جيدا حسب ترتيب، وستنضبط كلها عندما يتم الإخراج الفني للكتاب.
انظروا هنا كبيرة. أيوة أوكي. فرقم 8 جدول رقم 8 هذا كل الكلمات مختلفة. وأما الجدول رقم 9 فيحتوي على الأفعال الرباعية المعتلة، سواء كان معتلة الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع. مثلا أجر، أجور، أجرت، أجرانا، أجر، أجر، أجرون، معتل الأول فله أيضا ميم، ميمي لأنه يبدأ بالتاخة. مآجر، مآجور، مآجرتم، أجرانم، أجرة، مآجر، مآجر. وهو طبعا آرامي أيضا باللغة الآرامية، وحتى بالعربي أجر، أجر يؤجر، في الآرامية أيضا القديمة أجر، أجور، أجر يؤجر يعني. أوي، أوي، أويت. وتجدون كل الأنواع الأفعال المعتلة الرباعية، المعتل الأول وبعدين المعتل الثاني. هذا انظروا، هذا ليس مكانه هنا، هذا مكانه ليس هنا، بقى هنا بالخطأ. أوكي. سأرتبه بعدين. باصة معتل الأخير، بصوي، بصيتا، وهكذا كل الأفعال الرباعية المعتلة. أما جدول رقم 10 فهو عن الأفعال الشاذة وهي قليلة. آزل، زال، زلت، أزانا، أزال، أزانا، زيل، زول، زول، أو قسم يقول زيم، وقسم آخر سيم. لهذا له هو فعل شاذ، فله صيغ مختلفة، من لا يلتزم ولا تنطبق عليه كل قواعد الأفعال من هذا النوع، لذلك هو شاذ. كذلك آتي، تايا، تيتا، اتيا، أتيا، تا، تيمون، شذوذه هنا يبين في صيغة الأمر. هي أفعال. وأيضا ياهو، ياهو آرامية، هاوى، انظروا كيف هاوى، هوتا، يهاوى، يهوى، يوانا، يهوى، هل، انظروا كيف يتغير. يهول أيضا بنفس المعنى، يهول، يهول، يولت. راخش، خاشة، خشتة، كيف تبطل من اللفظ. هذه ليست من الحروف العلة لكي ما تنطبق عليها قاعدة أنه ممكن أن تبطل باللفظ، إنها حرف كامل، ولكن لأنه شاذ يدخل في مثل هذه التغييرات. والجدول الأخير رقم 11 عن الأفعال الناقصة، وهي قليل أيضا 3 فقط، إيلي، إيت، والي، حيث أنها ليس لها مشتقات، وحتى قسمنا لا صيغة أمر لها، لذلك هي ناقصة، لها فقط جذر أوكي، وتصاريف، طبعا تصريف لها تصاريف قليلة، وهي ليست مثل بقية الأفعال كل التصاريف كما رأينا. تتذكرون عندما أخذنا هذا إيلي فعل الكينونة الذي قلنا يأتي كمساعد أيضا، عدا أنه فعل كامل نفسي يأتي كفعل رئيسي، يأتي كفعل مساعد في صياغة الأزمنة المختلفة للأفعال الأخرى. وإيت أيضا، إيت يوجد، هذا يكون، كينونة، هذا وجود، فعل إيت. وهذا فعل والي، فعل الوجوب، وجوب ليس له مشتقات لكن له صيغة الأمر وهي غريبة شوية، والي الأخ، والي الأخ. أوكي. بهذا ننتهي من الفصل 12. نذهب إلى الفصل 13 وهو عن قائمة بالأفعال مع معانيها باللغة العربية والإنجليزية. أوكي. في هذا الفصل تجدون قائمة بجميع الأفعال الموضوعة حسب التسلسل الأبجدي مع معانيها باللغتين العربية والإنجليزية. في العمود الأول كتبنا جذر الفعل، وفي الثاني اسم فعله، أخذت فقط هاي الشيئين من الفعل. لماذا وضعت أيضا اسم فعله ولم أكتفي بالجذر؟ حتى منه ترون إذا كان رباعيا أو ثلاثيا فيبين هنا.
حتى يساعدكم أكثر. اسم الفعل أيضا فقط، مع وفي العمود الثالث معناه باللغة العربية، وفي الرابع معناه باللغة الإنجليزية. أما الخامس مخصص للملاحظات إذ وجدت مختلفة التي توضح بعض الأمور وبعض المرادفات وغيرها. توضيح. أولا كتبنا الأفعال سواء السالمة أو المعتلة متتالية حسب الترتيب الأبجدي ليسهل على القارئ إجادة. طبعا هنا لم نلتزم بكون الفعل سالم متعدي رباعي ثلاثي، إنما التزمنا بتسلسله الأبجدي، يعني الحرف الأول منه حسب الحروف الأبجدي الترتيب الأبجدي. وشيء آخر كتبنا الجذر الميمي مع أصله في حقل واحد كما فعلنا في الفصل السابق. وكتبنا الجذر المتعدي المحول الأفعال السببية من أصله اللازم تحت هذا الأخير في حقل واحد كما فعلنا أيضا في الفصل السابق. وكتبنا عبارة نخرى نون خاب أمام بعض الجذور للدلالة على الفعل المعني، أن الفعل المعني مأخوذ من لغات أخرى كما فعلنا أيضا في السابق. وعبارة الأبريش أمام بعض الجذور للدلالة على أن الفعل المعني مأخوذ من اللغة الآرامية. نأتي إلى القائمة. ترون هنا قائمة بكل الأفعال معناها بالعربي ومعناها بالإنجليزي وبعض الملاحظات إن وجدت للتوضيح أيضا مثلا هنا نقول غزي سعران شنيز انظر. هنا نسيت أن نترجمها إلى العربي. انظر الأفعال الشاذة معناها انظر الأفعال الشاذة. طبعا يمكن بعد ما تقرؤون جيدا وتتبعون جيدا كل هذه الدروس التي الماضية ممكنكم أن تقرأوا أيضا بالملاحظات باللغة الآشورية. فغزي سعران شنيز انظر الأفعال الشاذة. هنا ترون أخ أليف كلها أليف، حطيتها أيضا بالترتيب الأبجدي ألب، كل الأفعال التي تبدأ بالألب، وبعدين باء الأفعال التي تبدأ بالبيت، جمال أفعال تبدأ بالجمال الباء كثيرة نوعا ما. أوكي الجمال تبدأ بالجمال جاء معناها بالعربي وبالإنجليزي وبعض الشروحات هنا. هكذا نذهب بالتسلسل الأبجدي إلى تاو. سأضع طبعا لكم رابط عن هذين الفصلين تجدون كل هذه الأفعال وهذه الجداول فيها. هنا أتوقف، وبهذا نكون قد أنهينا هذه السلسلة وهذه الدروس في قواعد اللغة الآشورية المعاصرة. أتمنى أن أكون قد توفقت على شرح وتقديم قواعد هذه اللغة المهمة العريقة، والتي بالرغم من أن لا يوجد هناك اليوم كثير ملايين نستطيع أن نقول من البشر التي يتحدثون بها، ولكن هناك مئات الألوف على أقل تقدير إن لم أقل مليون وأكثر من الناس منتشرين في العالم في مختلف بقاع العالم الذين يتحدثون ما زالوا يتحدثون هذه اللغة ويكتبون بها ويقرؤونها، وما زلنا نطبع وكتب بها. وأنا دائما كنت أقول حتى لمعلمية في وقتها أنه ولأصدقائي من مختلف الدول إيطالية فرنسية سويدية إنجليزية أمريكية، كنت أقول لهم أنه من الخسارة، هي خسارة كبيرة للثقافة وللأدب الإنساني أن تضمحل هذه اللغة.
هذه اللغة، لأن هذه اللغة تربطنا بأصول قديمة جدا، ببداية اللغات، ببداية اللغة وبداية قواعد اللغة، لأن لها طبعا النسخة القديمة لها التي نسميها الآرامية الشرقية بفرعها آشورية وكلدانية، والآرامية الغربية بفرعها السرياني. هي من أقدم اللغات، وأكثرها كانت طبعا تطورت وأخذت شكلها نهائي قبل كثير، أغلب إن لم نقل كل اللغات الأخرى. فلذلك هو أنا حسب رأيي خسارة تكون البشرية أن تضمحل هذه اللغة. على أمل أن أكون مثل ما قلت قد أفدتكم، على أن يجد كثير من الذين لهم اهتمام بهذه اللغة بتعلمها أن يستفيدوا من هذه الدروس ومن الكتاب الذي سوف أنشره حالما يكمل إخراجه الفني، يكتمل. طبعا يقوم به أحد الأشخاص الضليعين في هذا المجال، مجال إخراج الكتب فنيا وترتيبها. أوكي، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، أتمنى لكم أوقات هانئة وصحة وسلامة، ودمتم بخير.